لأول مرة مع المنتخبات العمانية. استبشرت عمان في العام 94 خيرا بظهور موهبة قلما تجدها في عمان والمنطقة، لا سيما وأن عمان بحاجة ماسة لهكذا نوع من اللاعبين الماهرين، وهو ما جعل الوسط الكروي العماني يستبشر خيرا لتطوير منتخباته الوطنية. فكان الكثيري ولا يزال تاريخيا أشهر لاعب عماني تسجيلا للأهداف من الضربات الركنية. البدايات كانت كبداية أي لاعب، بدأنا في الحواري ثم في المدارس وانتقلنا إلى النادي. طبعا كان في هناك دوري الأشبال في نادي مرباط طبعا، وتم اختياري بمنتخب تمثيل منتخب السلطنة للناشئين، وبدأنا في تصفيات المؤهلة في مسقط قبل التأهل إلى نهائيات آسيا، والحمد لله كأول إنجاز للسلطنة صعدنا إلى نهائيات في الدوحة في 94 وتأهلنا على ضوءها إلى كأس العالم، والحمد لله كان الشرف أني أفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الكرة الذهبية. وبعدها كانت هناك بطولة ودية في الإمارات بمشاركة منتخبات وأندية أوروبية، وأحرزنا المركز الثاني، وأيضا حرزت كأفضل لاعب في البطولة. محمد الكثيري الذي يعيش في جبال ظفار يمارس الرياضة بعيدا عن أنظار الجميع رغم شهرته العالمية. الوضع الحالي نحن بعد في 2000 واعتقد في 2008 2007 لما المنتخب مثل في بطولات الخليج فوجدوا اللاعبين الاحتراف، وكان على راسهم الكابتن علي الحبسي اللي مثل السلطنة كأفضل تشريف كلاعب محترف كأول لاعب عماني يمثل السلطنة في الأندية الأوروبية، وانهالت العروض على اللاعبين، وكان المردود هذا كان لتطوير الكرة العمانية. فتعرف الدوري العماني ما ممكن انه يصنع لك نجوم. اتحاد الكرة والوضع العام اللي كان في السلطنة في تلك الأيام، يعني أنت تلعب في نادي تفوز في بطولة أو في مباراة ما في شيء مردود يعني لك كلاعب. فنحن في تلك الفترة يعني تركنا الدراسة بسبب المنتخب والكرة يعني. فوين مستقبلك؟ أنت في النهاية بتبحث عن المستقبل، مع أن كان تفكيرنا ما بنبحث عن المستقبل، كان تفكيرنا كرة قدم الصباح المساء بالليل. فكان الفكرة كلها كرة قدم، بس إنه نشوف أنها يمكن توصلنا إلى مستقبل يعني. لكن لما شفنا يعني الوضع بهذه الصورة في الدوري فشفت أن الأفضل أنه واحد يبتعد يعني. وكان محمد